خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 592 642 كان أحد أعظم القادة العسكريين في التاريخ الإسلامي، واشتهر بلقب سيف الله المسلول. ولد خالد في مكة لأسرة قرشية نبيلة، وكان والده الوليد بن المغيرة من زعماء قريش. قبل إسلامه شارك خالد في عدة معارك ضد المسلمين، منها معركة أحد التي قاد فيها فرسان قريش بنجاح وحقق انتصارا لهم. ملامح شخصية خالد بن الوليد: خالد بن الوليد يتميز بذكاء استراتيجي عظيم وحنكة عسكرية. تمكن من تحويل مجرى الكثير من المعارك لصالح المسلمين، مثل معركة مؤتة حيث تسلم القيادة بعد استشهاد القادة الثلاثة، ومعركة اليرموك التي هزم فيها البيزنطيين رغم تفوقهم العددي. عرف بشجاعته الكبيرة في ساحة المعركة، حيث كان دائما في الصفوف الأمامية يقاتل بشجاعة منقطعة النظير. بعد إسلامه أصبح خالد بن الوليد